المطر عباد الله من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده، وقد يكون عذابا، وقد يكون وبالا، وقد يكون مصيبة من المصائب، كما حصل لقوم نوح لما قال لله جل وعلا: وقال نوح إني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي السفينة. وقال الله جل وعلا في سورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال، إلى آخر الآيات. فالمطر قد يكون رحمة وقد يكون عذابا ووبالا. قالت عائشة: كان إذا جاءت الرياح وتكاثر السحاب دخل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ودخل وخرج، حتى إذا أمطرت انكشف ما به، وإن لم يمطروا حمد الله. قالت: فسألته: لم تفعل ذلك؟ قال: أخشى أن يقال هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد يكون وبالا وقد يكون عذابا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وهو يخطب، إذ دخل رجل يشكو القحط والجدب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من فوق المنبر فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا هنيئا مطبقا. قال أنس: فهو يدعو والله ما في السماء قزعت سحاب. وبينما هو يدعو إذ خرجت السحاب من خلف الجبال كأنها الجبال. قال: حتى قطت المدينة، فلم ينزل عليه الصلاة والسلام من منبره إلا وقد خسع المطر المسجد عليه الصلاة والسلام. قال: فصلينا وخرجنا فأمطرنا طوال الأسبوع، جمعة كاملة، أي أسبوعا كاملا. فلما عاد عليه الصلاة والسلام إلى منبره في الجمعة الآتية جاء السائل نفسه قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يقطع عنا المطر، فلقد تهدمت البيوت وماتت الأنعام. فتبسم عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على بطون الأودية والضراب ورؤوس الجبال. قال أنس: فرأيت المطر يمطر حول المدينة والمدينة في الوسط كأنها إكليل، ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام.